السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن النادي الاهلي هيقابل حرس حدود، والزمالك هيقابل الجونة، وايضا في ماتش مهم جدا محدش بيتكلم فيه في الاعلام، هو بيراميدز ونادي اهلي جدة. هيبقى ماتش قوي جدا، وندعم طبعا نادي بيراميدز، وندعم نادي بيراميدز لانه نادي مصري في الاصل، ونادي يستحق الدعم طبعا. ونتمنى ان بيراميدز النهارده جدا، والتوفيق لنادي بيراميدز وكل الانديه المصريه في اي منافسه بره مصر. اما بالنسبه للمنافسات المصريه والدوري المصري النهارده، هيبقى الاهلي مع حرس حدود، والاهلي طبعا عايز يعمل ماتش قوي، عايز يعمل نتيجه كبيره. ليه هتقول لي عايز يعمل نتيجه كبيره؟ ان هو عايز يقابل نادي الزمالك وهو في اعلى مستواه، عايز يعلي مستوى اللعيبه. كابتن عماد النحاس عايز يعلي مستوى اللعيبه. هتقول لي ازاي؟ هيحاول يعمل توليفه في غياب زيزو وامام عاشور، لان هم لعيبه مهمه جدا جدا. في زيزو فافضل لاعب في مركزه في الجناح اليمين، فهو مين بعديه؟ حسين شحات. اعتقد يا اما حسين شحات يا اما طاهر، والاقرب هو طاهر. طاهر هو اللي هيلعب في اليمين، وممكن تريزيجيه في الشمال، وممكن يبقى مهاجم محمد شريف. ده مجرد توقع انه ممكن يخلي بن شرقي يبقى بديل كويس جدا، ولكن ممكن يبدا بتريزيجيه زي ما بدا الماتش اللي فات، يلعب بتريزيجيه صانع العاب، ويلعب بن شرقي في الشمال، ويلعب طاهر في اليمين، ومحمد شريف فروت اساسي، ويبقى وراهم مروان عطيه وبن رمضان. واعتقد ان بن رمضان مش في افضل مستوياته لسه. بن رمضان ما جابش المستوى اللي قدمه في كاس العالم، ولكن بالنسبه للنادي الاهلي اعتقد ان هو هيحاول يجهز اللعيبه، بس برضه مع حرص ان اللعيبه ممكن اي لعيب يتصاب ولا حاجه، هيبقى محتاج كل اللعيبه دي في ماتش الزمالك، لانه عنده غيابات مش غيابات كتير، غيابات مؤثره، لعيبه مؤثره. امام عاشور اعتقد لو هو موجود ما كانش حصل النتائج السيئه دي بالنسبه للنادي الاهلي عامه، لان امام عاشور هو الترمومتر في النادي الاهلي في خط النص. هو بالنسبه لعماد النحاس او للنادي الاهلي هو يعني زي ما تقول كده ميزته، يعني لعيب مميز جدا، يقدر ينظم لك الملعب في خط النص، يقدر يلعب في اليمين، يلعب في الشمال، يقدر يلعب لك جناح، يلعب فرود، ولعب فرود السنه اللي فاتت مع كولر، مدرب كولر، ومع عماد النحاس هو اول اللي خلى الاهلي بنسبه كبيره، هو وسام بن علي، ان هم يخلوا النادي الاهلي يتوج بالدوري المصري السنه اللي فاتت. واعتقد ان هو يحاول عماد النحاس النهارده يحافظ اللعيبه، يقول لهم ده ماتش تدريبي، ماتش بروفا اخيره قبل ماتش القمه، لان ماتش القمه مش هينفع الاهلي يخسره، لان الاهلي عامل مستويات او مستويات سيئه جدا جدا في بدايه الدوري. فهو يحاول يرجع يقرب قوي قوي ويفوزوا النهارده على حرس حدود، وان هو يفوز على نادي الزمالك في ماتش 29/9 اللي جاي. ولكن النهارده هنتكلم عن النادي الاهلي. طبعا عماد النحاس بيلعب على النفسيه، عماد النحاس مش بيعمل تكتيك جديد، مش بيخترع، ان اللعيبه دي مميزه، اي تكتيك هتحطه هيلعبوا على طول، ولكن هو بيحاول يخلي اللعيبه تستعيد ثقتها عشان يقدر يكسب تاني المباراه الجايه. اخبار كتير عن مين المدرب اللي جاي، النادي الاهلي لسه محددش، هي خيارات كتير على طاوله الاجتماعات بالنسبه لاداره مجلس اداره النادي الاهلي، هيجيبوا مين ده لسه بيفكروا فيه. اما بالنسبه للنادي الاهلي النهارده، هو قلت لكم الفتره دي عماد النحاس بيلعب على النفسيه بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، اذا كان تريزيجيه او بن شرقي. طبعا وبن شرقي طبعا ضيع جون الماتش اللي فات، وضيع انفراد، مستواه مش افضل حاجه، لان ده مش بن شرقي. الناس كتير بتقول انه مستواه مش افضل حاجه، ان ده مش بن شرقي بتاع الزمالك. بن شرقي كان بيصنع وبيهدف، وكان بيعمل حاجات خرافيه وحاجات حلوه، ومن افضل المحترفين النجوم على مصر على مدار التاريخ هو بن شرقي. ايضا لاعب مميز ولاعب كويس جدا، وهيفيد النادي الاهلي لو قدر ينسجم اكتر واكتر مع اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي. وبن رمضان ايضا كذلك. فاعتقد يعني من وجهه نظري ان هي النادي الاهلي النهارده هيبدا بتشكيله، اعتقد خط الدفاع ثابت، هيبدا بمحمد الشناوي ومحمد هاني في ناحيه اليمين، ياسر ابراهيم و شوشه، هيلعب بشوشه اعتقد من وجهه نظري. سينر مرعي مش متاكدين من مستواه. هيلعب كوكا باك شمال، هيبقى خط النص بن رمضان ومروان عطيه قدامهم تريزيجيه، على الشمال بن شرقي، على اليمين طاهر محمد طاهر، والفرود هيبقى محمد شريف. دي تشكيلتنا او تشكيلتي المتوقعه بالنسبه للنادي الاهلي اللي هيبدا بيها النهارده الماتش قدام حرس حدود. واعتقد الاهلي هيلعب بفول تيم، هيحاول يضغط، هيحاول يخلص الماتش بدل، لان برضه انت ما تستبعدش مفاجآت، انت ممكن يحصل اي حاجه. انت النادي الاهلي ممكن نادي حرس حدود يفاجئ النادي الاهلي ويلعب بمستوى حلو طبعا، ومفيش فرقه ضعيفه في الدوري المصري من وجهه نظري. ايضا نادي الزمالك عايز النهارده يخلص الماتش، بمعنى برضه نادي الزمالك عامل كاسب وعامل نتائج كويسه، وبالنسبه لنادي الزمالك عنده غيابات مهمه جدا جدا جدا.
عندك خوان بيزيرو لعيب مهم جدا جدا، هو محور لعب نادي الزمالك ومحور لعب فيريرا في الفتره الاخيره في المباريات الاخيره. خوان بيزيرو لعيب مهم جدا جدا لنادي الزمالك ولمدرب الزمالك فيريرا او يانيك فيريرا مدرب الزمالك، فهو محور اداء نادي الزمالك، فهو ان هو يطلع بالكره من عنده ويقدر يعمل خطوره في ال 18 من عنده هو وعبد الله السعيد. فالنهارده هو خوان بيزيرا واخد الانذار الثالث، وايضا بنتاج واخد الانذار الثالث. اعتقد بنتاج هيلعب فتوح ودي ما فيهاش اي مشكله. وناحيه اليمين عمر جابر مصاب، فالناس بتتكلم تقول لك ممكن يبدا اللعيب الافريقي اللي تحت السن، ولكن في اخبار بتقول لك لا، هو ممكن يبدا بمحمد اسماعيل في اليمين ويبدا بصلاح مصدق اسمه ده صلاح مصدق يبقى مدافع، او ممكن يبدا زي الماتش اللي فات اللي انهاه ان هو ممكن يكون هو بيعمل الحركه دي عشان يحاول يشوف حل. ولكن كل ما فيهاش فبركه او ما فيهاش تشغيل دماغ، هي الباك اليمين انت جايبه كويس ومحترف والناس كلها بتتكلم عليه، ابدا بيه. حسيت ان هو كويس وبقيت كويس ولعيب مميز، استمر عليه. من لعيب غير مميز وغير موفق فتقدر تغيره، فهو ممكن الخيارات كتير في الماتش ده بالنسبه للباك اليمين وحيارات ياما، وهنشوف يانيك فيريرا يبدا مين. ولكن احنا هنقول تشكيلتنا متوقعه ايضا من نادي الزمالك قدام نادي الجونه. تشكيله الزمالك المتوقعه قدام نادي الزمالك هيبقى محمد صبحي، حسام عبد المجيد، ومحمد اسماعيل، وصلاح مصدق. صلاح مصدق هيبدا بيه باك يمين، صلاح مصدق هيبدا بيه باك يمين هو ومحمد اسماعيل في الدفاع، وحسام عبد المجيد باك مدافع ايضا ناحيه الشمال. وعندك باك شمال هيبقى احمد فتوح. في خط النص هيبقى دونجا وعبد الله السعيد قدام ناصر ماهر. على اليمين هنا بقى المفاجاه، على اليمين هيبقى هنا المفاجاه. على الشمال اعتقد انه هيبدا بادم كايد زي ما هو، وفرد هيبقى عودة الدباغ. مين اللي هيلعب في اليمين؟ الناس كلها هتتكلم مين هيلعب في اليمين. اعتقد بنسبه كبيره هو المغربي عبد الحميد معالي، هو لعيب مميز ولعيب حريف، لعيب عنده جراءه وعنده الامكانيات انه يقدر يعوض خوان بيزيرا بشكل كبير. واعتقد ان انتوا هتشوفوا مستوى رائع جدا جدا مع عبد الحميد معالي النهارده، وهيبقى سبب احد اسباب وخدوها مننا او في قناه كلام في الكوره ان عبد الحميد معالي بنسبه كبيره هو هيبدا الماتش النهارده مكان خوان بيزيرا. وايضا وادم كايد هيبدا في ناحيه الشمال زي ما هو اخوان، وشيكو بانزا هيبقى على الدكه وهيبقى من ضمن القائمه، وايضا عودة الدباغ هيبقى فيرود. فاحنا قلنا التشكيله محمد صبحي هيبقى باك يمين هيبقى صلاح مصدق، في الدفاع محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، في باك الشمال هيبقى احمد فتوح، خط نص دونجا وعبد الله السعيد قدام ناصر ماهر، عبد الحميد معالي على اليمين، ادم كايد على الشمال، عودة الدباغ فيرود. ودي تشكيله نادي الزمالك متوقعه. في ايضا خبر مهم جدا بالنسبه للاهلاويه، نرجع تاني للنادي الاهلي، هو خبر مهم، هو دخول عبد القادر في قائمه النادي الاهلي. ودي مفاجاه احنا بننفرد بيها النهارده في الفيديو النهارده. عبد القادر في قائمه الاهلي، هل ده يقول ان ممكن عبد القادر جد النادي الاهلي؟ في اقتراب من وجهه النظر او في اقتراب بالنسبه للنادي الاهلي والاداره، بالنسبه لاداره النادي الاهلي وعبد القادر في وجهات النظر اللي ممكن عبد القادر بنسبه كبيره الفتره الجايه تلاقيه مجدد في النادي الاهلي وشبه خلاص بداوا يتفقوا على الفلوس، ولكن هي شويه حاجات بسيطه في العقوده وهيخلص عبد القادر في النادي الاهلي ومستمر. وده خبر حصري من عندنا. وايضا في صفقات بالنسبه لنادي الزمالك هنتكلم فيها النهارده ايضا في فيديو طبعا هيبقى مميز جدا جدا. كل الناس اللي بتشجع النادي الزمالك او بتشجع النادي الاهلي، فيديو حصري ان نادي الزمالك هينفرد وهيجيب رضا بوبو من بيراميدز. بالفعل نادي الزمالك بدا يخلص مع بيراميدز في رضا بوبو، ايضا في لعيبه ثانيه زي حامد حمدان. خلاص نادي الزمالك بيتكلم بتروجيت قال لهم انتوا ما رضيتوش تدونا في الصيف، فاحنا عايزين نخلص في انتقالات يناير اللي جايه. وبنسبه كبيره نادي الزمالك بدا يخلص كل حاجه مع نادي بتروجيت عشان يجيب عبد الحميد قصدي حامد حمدان خط نص نادي بتروجيت، وايضا رضا بوبو عشان يبقى بديل كبير وقوي ومميز لعبد الله السعيد. ليه؟ لان عبد الله السعيد بدا يبقى ليه خط ثابت، لان عبد الله السعيد عنده دلوقتي كام سنه؟ 40 سنه. عبد الله السعيد 40 سنه. طب هل هيقدر عبد الله السعيد يستمر سنه كمان؟ ممكن يبقى فيها الشك، لان عبد الله السعيد اقل اصابه ممكن تقعده يبطل كوره. فعبد الله السعيد دلوقتي محافظ على نفسه، اوكي، قدم مستويات رائعه، اوكي، ممكن مفاجاه يرجع لمنتخب مصر، ما تستبعدش لان عبد الله السعيد لاعب مميز ومستوياته تخليه يأهله يعمل كده. ولكن الزمالك بيحاول يخلص في رضا بوبو عشان يبقى بديل قوي جدا 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 ل عبد الله السعيد في خط النص. ايضا عندك ناصر ماهر ايضا بديله محمد حمدي.
لاعب مميز ولاعب رائع. وده كانت كلامنا النهارده عن ماتش الزمالك والاهلي. ما تنساش اللايك والاشتراك وتدعمنا عشان نقدر نكمل في فيديوهاتنا في كلام في الكوره، وكلام في الكوره وبس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.